الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا شباب الأمة، هذه نصيحة أنصح بها نفسي وإياكم بأن نجتنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتنة اليوم على أشدها، نرى الكثير من الشباب قد خاضوا فيها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت فيه نجاة أيها الإخوة، انتبهوا بارك الله فيكم. إياكم أن تخوضوا في الفتن. أرى الكثير من الشباب يسبون هذا ويشتمون ذاك ويمدحون من لا يستحق المدح، نسأل الله العافية والسلامة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان مثلنا في الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها، قال: فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك، حتى جل الله ذلك عنا، فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه وأخذنا فيه. نعم أيها الإخوة، الآن نحن نخوض في الفتن والعياذ بالله. أظلتنا سحابة وظلمة من الفتن، فخاض فيها الشباب المتحمس الذي لم يتعلم دين الله عز وجل كما أمر الله، بل الكثير من الشباب اليوم يستهزئون برجوع الناس إلى السنن، إلى التوحيد، يستهزئون بهذه الكلمة، الرجوع إلى السنن. وهل انتصر المسلمون إلا بالسنن، إلا بالتوحيد، إلا بالرجوع إلى الدين؟ انتبهوا بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: وكيف نصنع يا رسول الله؟ قال عليه وآله الصلاة والسلام: ترجعون إلى أمركم الأول، تتمسكون بدينكم، تتمسكون بكتاب ربكم، بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فارجعوا إلى السنن، ارجعوا إلى التوحيد، ارجعوا إلى أمركم الأول. أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.